بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ تعالوا هنعمل مع بعض النهاردة الحمام بتاعنا ده. هو حمام كبير في السن، مش هينفع يتحشي بالرز او بالفريك، فاحنا هنحشيه بخضار متبل، وهيبقى احلى حمام باحلى حشو مع احلى تتبيلة. وهنشوف مع بعض الطريقة بإذن الله. معانا بطاطس مقطعينها مكعبات، وبصلة زي ما احنا شايفين كده برضو مقطعينها مكعبات كبيرة، وطماطماية. والحمام بتاعنا غسلينه كويس قوي ومنضفينه وعصرين عليه ليمون عشان الزفارة. ومعانا حوالي نص كيلو بصل دوت هنستخدمه في التتبيلة بعد حشو الحمام بتاعنا. الحقيقة ان التتبيلة ديت بتخلي الحمام طعمه حلو قوي. ولو الحمام بتاعنا كبير في السن مش لازم يا نعمله يا بشوربة، لا له أصناف كتير، ونقدر نصنفه مع بعض بكم طريقة، وإن شاء الله الطريقة تعجبكم بإذن الله. هنحشي الحمام بتاعنا بالخضار زي ما احنا شايفين كده. بنحط كل قطعة من نوع من الخضار ده جوه الحمامة زي ما احنا شايفين، وبنضيف لها الكبدة والقنصة بتاعتها. بنحط قطعة بصل، قطعة طماطم، قطعة بطاطس، وبنقفلها او نكتفها عادي خالص. ما بتحتاجش بقى ان احنا نخيطها او ان احنا نقفلها بأي حاجة أكتر من إن احنا بنكتف رجليها بالمنظر دهوت، وبتبقى سهلة وبسيطة خالص، والخضار ما بيخرجش منها. وبتبقى والله التتبيلة بتاعت الحمام بتبقى جميلة جدا. ولو جربتوها هتشوفوا الطعم والطريقة بنفسكم. هنحشي واحدة كمان ويا بعض، بنضيف لها برضو نفس الخضار من كل نوع قطعة. ما شاء الله، والله الطريقة سهلة وبسيطة خالص. وتغييرة ان احنا لازم مش يبقى يا الحمام محشي فريك او محشي رز احمر او رز ببصل، لا احنا هنعمل تغييرة. والخضار اللي جوه اللي هو الحشو اللي جوه الحمام بيبقى طعمه جميل قوي على فكرة. وبتستخدميه بقى في الاكل برضو جنب الحمام، وانتي مع الرز مع المكرونة حسب ما بتحبي تعملي ويا الحمام في الاكل. بعد ما خلصنا حشو الحمام او الكمية اللي معانا، بنجيب حلة بقى على النار، وبنضيف لها حوالي نص كوباية زيت، لان هنا هنستخدم زيت كتير شوية علشان الحمام برضو مبقاش فيه مادة دهنية كتير. واحنا هنحتاج الزيت عشان يحمر الحمام والبصل اللي احنا هنضيفه عليه في التتبيلة. بنضيف الحمام بتاعنا كده ونلوحه على الهادي زي ما احنا شايفين مع بعض. هنرش عليه رشة كمون وفلفل أسمر، وهنزود الفلفل الأسمر بتاعنا شوية عشان الزفارة. وبنضيف فصين حبهان وورق لورا، وهنسيبه على النار على الهادي كده يتلوح براحته لحد ما نضرب البصل بتاعنا في الكبة ونفرمه فرم ناعم على قد ما نقدر. هنا بنستخدم كمية بصل كبيرة حوالي نص كيلو أو زيادة حسب الكمية اللي انتي بتعمليها على قد عدد الحمام اللي انتي بتعمليه. الحمام بتاعنا ما شاء الله اتلوح، وزي ما احنا شايفين جوه منه الخضار ما بيخرجش منه ولا حاجة. هنضيف بقى هنضيف البصل اللي احنا ضربناه في الكبة على الحمام، وهنسيبه برضو كده ايه
يتلوح مع الحمام حوالي 10 دقايق أو 5 دقايق. مش هنستعجل عليه لأن احنا قلنا ان الحمام ده هو كبير في السن. وحتى برضو لو حمام صغير وانت حبيتي تحشيه بالشكل ده ما بيجرالوش اي حاجة، وبيبقى ما شاء الله طعمه جميل، وبتبقى تغييرة، وبيبقى حلو قوي قوي في الاكل. واتمنى ان انت تجربي الطريقة دي على نار هادية بقى او نار متوسطة، ما بنعليش عليه النار قوي، وبنسيبه ويا البصل ما شاء الله. طبعا هو لو احتاج مننا مية بنزود المية معاه عادي، بس ما تبقاش مية كتير لحد ما بنتأكد ان الحمام خلاص دخل في التسوية واخد اللون البني بتاع البصل. بيبقى كده ايه الحمام بتاعنا بقى التتبيلة اللي احنا حابين نوصلها بتبقى تمام ما شاء الله زي ما احنا شايفين كده. خلاص هو بدأ يستوى هوت، والتتبيلة بقت زي الفل. عملنا جنب منه بقى رز بشعرية والتتبيلة جنبها هوت والحمام. أتمنى أن الطريقة تعجبكم، وأن الفيديو يكون نال إعجابكم، وأحب أعرف تعليقاتكم على القناة. وبألف صحة وعافية يا رب. وأحلى تتبيلة وأحلى حمام تاكليه، وأتمنى أن انت تجربي الطريقة.